نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. فرنسي حرمه من جائزة الأفضل في العالم، وعد ميسي له. حقائق لا تعرفها عن المغربي ياسين بونو. فرط ياسين بونو في مسيرته بأوروبا واكتفى بهذا القدر، واختار الانضمام إلى كوكبة نجوم الدوري السعودي من بوابة الزعيم نادي الهلال بعد وصول عرض خيالي لا يرفض بسهولة. وفي هذا المقطع سوف تتعرفون على أشياء لم تسمعوها من قبل عن نجم إشبيليا. هل سرق منه القفاز الذهبي في كأس العالم؟ وكلمة ميسي التي لا ينساها أبدا؟ وسر اللعنة التي ألقاها على إيرلينغ هالاند. لا يتحدث إلا بالعربية. تصدر الحارس ياسين بونو المشهد في بطولة إفريقيا الأخيرة حين أبى إلا التحدث باللغة العربية في أحد المؤتمرات الصحفية، رافضا الرد على الصحفيين باللغة الفرنسية، علما أن الحارس المغربي يجيد التحدث باللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية إلى جانب اللغة العربية. هو موقف بسيط ومقتضب، لكن كان تأثيره كبيرا جدا ورسخ له مكانة في قلوب الجمهور العربي الذي تعلق بهذا الحارس منذ موسمين بسبب أدائه وأرقامه التي أذهلت أوروبا بأكملها. أفضل حارس في العالم. معروف أن ياسين بونو كان أحد أبرز نجوم المغرب في مونديال قطر، وكان مرشحا لجائزة أفضل حارس في البطولة، بل طلبت منه الفيفا حضور المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين. وحتى الشوط الإضافي الثاني كان بونو سيحصل على الجائزة إلى أن تصدى إيميليانو مارتينيز لتصويبة الفرنسي كولو مواني الشهيرة، ووقتها قرر المسؤولون منحه جائزة الأفضل على حساب بونو. مشهد اللعنة. تتذكرون جميعا هذه اللقطات التي جمعت بين بونو وإيرلينغ هالاند أثناء تنفيذ ركلة الجزاء في دوري الأبطال قبل عامين. الركلة تصدى لها بونو بعد أن صرخ بكلمة كيريكوتشو بوجه اللاعب النرويجي، لكن الفار طلب بإعادة الركلة وأحرز هالاند الهدف ليقوم بترديد الكلمة بوجه الحارس دون معرفة ماهيتها. فيما بعد تبين أن بونو أراد وضع لعنة كيريكوتشو الشهيرة لنحس هالاند، وهي لعنة تعود لأحد المشجعين الأرجنتينيين الذي كان كلما يحضر تمارين فريقه يتعرض أحد اللاعبين لإصابة أو يخسر فريقه، وهي معروفة جدا في مدينة إشبيليا. وظن بونو أنها نجحت في البداية، ولكن هالاند كان له رأي آخر، واحتفل احتفاله الشهير بالصراخ في وجه ياسين. وعد ميسي له. في إحدى المباريات التي جمعت جيرونا مع برشلونة طلب بونو قميص ميسي، إلا أن ليو كان مستاء من نتيجة المباراة التي انتهت على التعادل وإهدار نقطتين، فلم يلبي طلب الحارس المغربي، لكنه وعده بأن يهديه قميصه في مباراة العودة. لقد وعدني ميسي بالحصول على قميصه منذ مباراة الذهاب، لكن هذه المرة تذكرني وأوفى بوعده لي. ليس من السهل أن تكون حارس مرمى متألق، والأصعب أن تكون عربيا مهاجرا في مركز حراسة المرمى يصل إلى ما وصل إليه بونو مع إشبيليا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.